صايرة لي من 13 سنة. ما أقدر أصلي، وإذا صليت كأني جسد من غير روح حتى في مكة. لكن الحمد لله هذا إن شاء الله مبتلى، إن شاء الله أنه يعني أجر وعافية من الله سبحانه، وأنا راضية بالشيء هذا. بس يا شيخ أنا عندي أحلام وغريبة شوي، إذا تسمح لي أقولها. قولي. أولا أنا بنت نشأت في جيلي بطريقة مختلفة عن البنات اللي موجودين. فلما تزوجت يا شيخ كنت أحلم يوميا بعجوز تجيب لي شعر في كيس وتحشيني فيه من تحت. 7 سنين يتكرر علي هالحلم يوميا، ولا يوم غاب عني. وإذا غاب هالحلم يتكرر بداله حلم نفس العجوز هذه تطير ببلكونة القصر حقنا وما لها رجول يعني، وتقول لي لو قلت لها شو تسوين تقول لي نامي خليني أخلص شغلي وبرجع أتكلم معك. عقب يا شيخ أنا انفصلت ورحت بيت أهلي، بس ما كنت أفهم وش معنات الشيء هذا اللي كنت أمر فيه. بعد ما انفصلت حلمت أني يوميا كنت أحلم، طبعا أحس أنه مو بحلم، أحس أنه حقيقة أني أروح المكان، لأني أكون في الفراش دقات قلبي سريعة، أحس أني جاية من مكان يعني ماشية. كنت أحلم يا شيخ أني أروح قصور الجن وأقرأ على ملوك الجن ومردتها، أواخر سورة البقرة اللي هي آمن الرسول وآية الكرسي بصوت عالي. وكانوا الملوك لدرجة أني أشوفهم على هيئتهم الحقيقية كانوا يسجدون لي، إلا واحد منهم كان جالس بالزاوية ومعاه صلجان الجن، صلجان كذا نفس التاج، هو الوحيد اللي ما يسجد لي. والحلم هذا تكرر يعني فترة انفصالي 4 سنوات، يوميا كنت أشوف الشيء هذا. كم عمرك الحين يا دام؟ عمري 31. خلفتي؟ مرحبا بالماسي. أي الحمد لله، اللهم لك الحمد. الله يبارك لك. الله يسعدك خير. معليش السؤال هذا كررته أنا على ناس كثير، تبغين تجاوبين جاوبي، ما تبغين أنت حرة. أبشر أبشر. قرأتي شيء من الكتب اللي احنا قلنا لا تقرؤونها، المحرمات هذه كلها؟ لا والله يا شيخ. ولا عرضت عليك يوم من الأيام؟ لا بجوال ولا بنت ولا بمواقع ولا؟ لا يا شيخ، بس بقول لك شيء. إيه؟ أنا كنت أسمع أنك دائما في البثوث وأن في أشخاص زهريين. إيه؟ وأنا منهم. كيف عرفتي إنه أنت منهم؟ المكان اللي تجلسين فيه ينفرون منه الناس أحيانا؟ لا ما ينفرون منه يا شيخ، بس إذا كنت في مكان وفي أحد مسحور أشوف المسحور وأعرف وين مكان سحره. وأمي نفس الشيء، يعني الشيء هذا جاني من أمي. والحين أنت تقدرين، والحين أنت لو جلستي في البيت وشفتي الوالدة تقدرين تحدين مكان سحرها؟ أنا صراحة يا شيخ فكيت من في ناس فكيت منهم، وأهلي عينت كذا سحر، بس محمد متأكدين لأني أنا ما أعرف في شكل الأسحار. بس اللي فيني مثلا يحاولون إنهم يجذبون لي للشيء هذا، ولكن أنا ما أبي. لدرجة يا شيخ إني لما أكون في البيت أشوف رجل يعني يمشي في البيت، لدرجة إني أتغطى ألبس غطوتي يعني أتغشى منه، لأني أشوفه يمشي في بيتنا. شفتي يوم أنت شفتي المنام؟ أنا كنت بسأل عن هذا المنام. شفتي يوم من الأيام غير هذا المنام؟ يا شيخ. لحظة. هذا الرجال أشوفه حقيقي. لا أنا أسأل سؤال الحين عشان تعرفين في خاطري شيء أنا بقوله. تفضل. أنت يوم من الأيام شفتي منام أنه أنت تمسكين يد شخص ما تعرفينه وكأنه أليف، يعني ألفتيه سواء من الرجال أو من النساء، ومشيتي معه في أماكن وسألتي عن أشياء وجاوب عليها؟ لا. أو كنتي تحتمين فيه، تحسين أنه أنت تحتمين فيه؟ لا. تمام. يبدو أنه أنت كذلك، لكن ما يعني أنه. لا يا شيخ، بس مرة واحدة أنا أصلاً متى عرفت إني أشوف الأماكن والأسحار، جاني شيخ وقرأ علي. لما قرأ علي أمي كانت في منطقة وأنا يعني أمي في السعودية وأنا في مكان ثاني. أمي كلمت أخواني قالت لهم البنت يعني تقصدني أنا فلانة بتمرض الحين، بيجيها مرض يعني بيجيها شيء بتمرض. أنا ما كنت أعرف إني أصلاً مريضة ولا معي جن ولا معي شيء، ولا كنت أفهم فيها الأمور، لأن مهما كان يرقوني ما كان يصير فيني شيء. أول مرة بحياتي يصير لي هالموضوع مع هذا الشيخ. فشفت الرجال اللي يقول لك عنه اللي كان يمشي في بيتنا معاه ذيب ماسك في يده ذيب، وكان يعلمني وأنا ماكل السحر في البيت، كأن أمي هي اللي جايبته. أمي فيها سحر قديم يا شيخ. أنت من وين؟ الحين أنا
انا خايفه البث مسجل، اعلم انا وين؟ لا تعلمين وين. انت سعوديه اصلا والوالده سعوديه؟ لا لا لا. ولا الوالده؟ ولا الوالده. ايه لا تعلمين وين انت. ان شاء الله. والله في خبص ولبص عندكم مو بشوي، لكن لعلكم تسلمون ان شاء الله وانتم سالمين باذن الله سبحانه وتعالى. وش زين يا شيخ؟ ما فهمت. شيخ انا ما راح اقول لك شيء، بس انا واخواتي 3 بنات ما فينا اي شيء ينعاب. تطلقنا بدون سبب، ويجونا امراء ووزراء ومناصب عاليه اصلا ما يرفضون، بس احنا ما نبي نتزوج كذا فجاه ما نبي نتزوج. عالجوا الوالده. طيب شو نسوي يا شيخ؟ ما في مكان ما رحنا له، ما في شيء ما سويناه. الرقيه اللي قلتها والله يشهد الله عليه احنا سويناها، ما في شيء يخطر ببالك ما سويناه. اسمعيني خليني اقول لك شيء. الوالده وينها الان؟ قريبه من عندك ولا بعيد؟ لا موجوده. اول ما تقفلين البث، اذا كانت صاحيه واذا كانت نايمه خليها بكره. حطي يدك على ظهر الوالده بوسط بين اللوح الكتف اليمين. تسمعين؟ اي اسمك، بس انا تعبانه شوي. تفضل. تعبتي لما قلت كذا صح؟ انا من سمعت صوتك وانا ارجف. لا تخافين الا من الله سبحانه وتعالى. سبحان الله يا شيخ، قلت لك انا مؤمنه والله العلي العظيم، اقسم بالله ما يهمني في ذا الحياه ولا شيء من الاشياء الموجوده في الدنيا الا اني اصلي لله فقط. انت قاعده تصلين؟ قاعده تصلين ولا في تاخير في الصلاه؟ ما اقدر اصلي يا شيخ، ما اقدر اصلي نهائيا، ما اقدر اصلي. انا في مكه ما صليت، في مكه ما قدرت. والله اني ابكي بكاء، قسما بالله ان اللي موجودين في الحرم يتفكرون في الانسانه هذه، يعني ليش تبكي البكاء يعني الغريب. اخذتي عمره؟ يا شيخ انا ما في شيء، الحمد لله اعتمرت وحجيت. طيب اعتمرتي واثناء العمره اثناء دخول الحرم صليتي؟ لا ما صليت، الحرم ما صليت. صليتي الظهر او العصر؟ وش كان الوقت؟ والله يا شيخ انا اجي من يعني اقعد اذا جيت مكه اقعد في كل الاوقات موجوده في تصلين مع الامام؟ اصلي بس ما في روح، ما اعرف شو اسوي اصلا، ما اسمعهم، كأن اذاني تتسكر، ما اسمع شو يقولون. طيب اسمعيني، انت والوالده وكلكم، ابغى الايتين هذه تقرؤونها على ماء وتشربونه. الايتين هذه تحديدا تقرؤونها على ماء وتشربونه. السوره سوره الفاتحه. جيبي عددكم كل واحده منكم لتر ماء. جيبي عدد العائله. ما في خشوع واحيانا نفور من الصلاه اصلا. جيبي لتر، يعني كم عددكم؟ 5. جيبي 5 علب كل واحده منهم لتر مويه. افتحي الغطاء لهم كلهم. اقرأي الفاتحه 7 مرات ثم انفخي بكل ماء، ثم اقرأي الآية 23 في سورة الفرقان. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ثم اقرأي 9 في سورة 90. اسمك. ثم اقرأي 9 في سورة ياسين. انفثي على الماء، أضيفي عليهم قل أعوذ برب الفلق. يعني عندنا 4 حاجات: سورة الفاتحة، 23 في الفرقان، 9 في ياسين، سورة الفلق. انفثي بالماء وخلي كل واحدة منهم تشرب وتغسل وجهها بالماء هذا. تشرب وتغسل أو تتوضأ وضوء كامل بنفس الماء، لتر أو أكثر. خلينا نقول 3 لتر، كل واحدة منهم 3 لتر. ثم تغسل وتشرب، وإذا خلص الماء يومين أو بنفس اليوم اللي بعده تطبقين 3 أيام 4 أيام 5 أيام. وبمشيئة المولى سبحانه وتعالى اللي أنتم فيه من أذى ما أعرف، لكن أنا والله بلشت اليوم، والله بلشت صدق. والله لو إني صريح لا أقول شيء ما حد قاله. من أنت اسمع يا شيخ، من فتحت أنت التيك توك من ذيك الأيام وأنا أحاول أدخل معك، وسبحان الله ما يسر إلا الليلة. لعل الله على قولتهم جاب الفرج. نعم، طبق اللي قلت عليه، وأسأل الله أن يكون الفرج في هذا الأمر. أسأل الله العظيم أن يفرجكم. نعم. أنا عندي حلم حلو وأبي أفسره. قولي يلا. متفائلة بالله. قولي لي. الحمد لله رب العالمين. والله يا شيخ ما فيني على قولتهم أي حزن إلا على الصلاة، لكن متأكدة أن رب العالمين إن شاء الله أموري إن شاء الله بتزين بإذن الله. زين طبعا. شيخ أنا داعية لله. الحمد لله. وسبحان الله العظيم بعد ما مشيت بهالطريق سبحان الله أموري دائما تيسر الحمد لله. الحمد لله. فشيخ حلمت إن الله سبحانه وتعالى منزل لي مجموعة من الإبل من السماء لونها أبيض. كأن الله خالقها لي أنا، ما خلقها لأي بشر. وبقر بعد كثيرة على مد النظر، وخيول. وكنا كنت في مزرعة في نفس المكان اللي أنا فيه على كبر الدولة اللي أنا فيها.
وكان المزرعة فيها نخل وكل رطبة كبر السيارة، وعلى طرف المزرعة 25 فكسار موديل السنة 2025، وكانت لونها أبيض. وكأني أسمع أحد في المزرعة يقول لي باسمي، يعني أنا اسمي مميز شوي، أن الله عطاش هالحيوان، يعني هالخير كله ليش أنتي. قامت النخلة طويلة، أنا ماني طويلة، قصيرة شوي، فنزلت لي النخلة كأن النخلة تنزل لي، وخذيت رطبة واحدة وكليتها. لكن يا شيخ يعني الإبل والبقر والخيل كأنها شعاع من الشمس من كثر البياض، يعني ما شفت مثل جمالها. انتهى. بس نعم. متى شفتيه؟ الحلم هذا شفته تقريبا شهر وشيء. أنت تصدقتي كثير؟ الحمد لله. سويتي وقف معين أو كفالة؟ والله يا شيخ ما أشياء وايد سويتها، ما أعرف، أسوي وأنسى، يعني معلش ما أتذكر أشياء وايد. نعم. خليني أسأل سؤال مهم جدا، إذا كان ما تذكرين لا. أنت تسمعين دائما عندنا في عتق الرقبة وفي كذا، في ناس يدفعون معديات، أنت دخلتي في هذا الأمر بقليل أو بكثير أو لا؟ لا. طيب اسمعيني ايش بقول لك. هذا المنام مبشر، مو بس جدا، مبشر فوق الجدا 600 مرة. الحمد لله. أي ما شاء الله تبارك الرحمن، بأنه أسأل الله أن يكون كذلك. أنت على خير، لأنه أنت الحين قاعدة تجاهدين في الأمر، أنت تختلفين عني وعن أي شخص آخر يقيم الصلاة وهو طبيعي جدا ما يصارع شيء. أنت تصارعين الشياطين وتصارعين الهموم وتصارعين القلق أنه عشان أصلي، أنت قاعدة تتبهذلين عشان تصلين، بينما حنا وناس كثيرين جدا بإمكانه يوضي ويصلي ما عنده أي صراعات، ومع ذلك يأخر الصلاة، بينما أنت تبكين حرقة على أنه أنا أصلي فقط مجوفة من داخلي، مجوف وما أعرف ايش قلت في صلاتي وما عندي خشوع، وأبكي على خشوعي وما أبغى شيء من الدنيا إلا أنه أنا أصلي. فهذا البشارة اللي أنت فيها، هذا أنت في صراع، وأنت في جهاد، أقوى جهاد على وجه الأرض. أنت الآن إنسانة مجاهدة، أنت الآن لو توفيتي أسأل الله أن تكونين من ضمن المجاهدين، لأنه جهاد النفس للعلم، جهاد النفس أقوى من جهاد القتال يا قاتل يا مقتول وقفلنا. لكن أجاهد النفس معناته أني أنا ممكن أستمر أجاهد نفسي 30 سنة 40 سنة 50 سنة، بينما الجهاد في المعارك ممكن يستمر يوم يومين 3 أيام ونقفل عليه، يا قاتل يا مقتول يا سلام وروح. لكن جهاد النفس من أصعب الجهاد. أنت إنسانة مجاهدة في سبيل الله، قاعدة تجاهدين نفسك عن المعاصي، عن الذنوب، عن التجاوزات، عن حب الشهوات لأنه تؤمرين فيها من الشياطين تحاول تؤزك على هالأمر، فأنت اتجهتي إلى اتجاه آخر معاكس لهم اللي هو الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى والصبر على الابتلاء في الصلاة. رحتي الحرم عشان تصلين ما استطعتي، رحتي المساجد عشان تصلين ما استطعتي، دخلتي المجمعات النسائية المحترمة والمحشومة ما استطعتي تقرأين، كل جميع الأبواب اللي تطرق لأجل الصلاة أنت طرقتها ما استطعتي. فبشرتي بشارة مبكرة أنه أنت من أهل الصلاح والفلاح والرزق، وأسأل الله أن تكونين من أهل الجنة، أسأل الله أن تكونين من أهل الجنة. ترى اللي أنت فيه هذا حرب قوية جدا فوق ما يتصورها العقل، ما حد يستطيع يتحملها. أنه أنا أصلي وما أستطيع أصلي، أبغى أصلي ما أقدر أصلي، لو صليت مجوف وأبكي حرقة على صلاتي، بينما في ناس يتركون الصلاة وهم يدرون أنهم تاركين الصلاة ويستطيعون يصلون ومع ذلك معاندين، بل أنكروا وجوب الصلاة وهم مسلمين يقولوا لا إله إلا الله. فأنت على خير وعلى جهاد وعلى صبر، وأسأل الله العظيم رب السماوات والأرض لك أن تفتح للجميع أبواب الجنة 8 لك والوالدين. ابشري بالخير، أنت قادمة على رزق، قادمة على توجه أكثر، قادمة على سلامة، وقادمة على رزق من الله سبحانه وتعالى بلا حدود. تذكري كلامي، أسأل الله ذلك. نعم. الله يسعدك شيخ، لو سمحت إن شاء الله أنت تقول لي من أهل الجنة. أنا أصلا قد حلمت بحلم وشفت الجنة كاملة، إن شاء الله إني أنا وأنتم منهم يا رب العالمين. يا رب. بس يا شيخ الله يجزاك خير، أنا أدري إن الدنيا ضاغطتك والعالم ضاغطينك والأمور، لكن إذا ممكن بس أحد يتواصل عن طريق الخاص معي لو سمحت. طيب خليني أول شيء أسوي إضافة، لأنه ما أعرف كيف طريقة، نسيت إضافة على طريقة تيك توك. والله يا شيخ إني ما أبي أضغطك بشيء، معلش، لكن الله يعني في شيء خاصة ما أقدر أقولها على البث. طيب أنا أنت ما تابعتيني أصلا. لا والله متابعتني. ما تابعتيني، جيت ما تابعتيني. الحين أنا جيت عند الحساب حقك برد المتابعة، لقيت إنه أنا تابعتك. مشتركة، أنا مشتركة
معك أصلا. ما عندي اشتراك، لا ما اسوي اشتراك انا. والله العظيم اني خلاص يلا سويت اضافه، ردي المتابعه لي. الله يعطيك العافيه. شكرا. رعاك الله. صلوا على رسول الله. انا ليش في الاخير اهاجم اي احد فيكم؟ زي هذه الحين ادام يعني قاعده تبكي وحالتها حاله، واخر شيء اقول لها ما ادري سامحتني ولا تروح زعلانه وتقعد تدعي علي، يمكن لها دعوه مستجابه، تصكني واحده الحين اقعد ادور مكاني كاني نحله. لا لا عاد يدعي علي. انت اللي مسحوره يا نوف، انت اللي مسحوره، طلعي تاكلين تهزيء وتنزلين. اي انا قاعد الطف جوكم بس ما حد لطف جوي، انتم خليتوا جوي مكركب، انتم نكدتوا عيشتي. انا كل يوم اجي بنام يطلع لي زعر منكم يتبكبك ويسمعني شيء اروح ارقد ما يجيني نوم.